بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها السادة المشاهدون، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد، لقاء متجدد، برنامجكم هل سألوا عبر الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر. هل سألوا برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمنا بإذن الله في هذه الأمسية المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بويزري. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. وبه شيخنا السعيد، مرحبا بك. مرحبا بك أخي. الله يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله. رمضان كريم إن شاء الله. رمضانك أكرم شيخ. هذه أيام مباركات، هذه العشر الأولى من رمضان أيام توسم بأنها أيام الرحمة. قال صلى الله عليه وسلم: رمضان أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. يقول تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم. كيف يمكن أن نمكن أنفسنا من هذا المعنى القرآني الكبير؟ كيف تتنزل علينا رحمات القرآن ليمكننا الله سبحانه وتعالى من أن يهدينا كتابه إلى التي هي أقوم. شيخنا السعيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في سورة الإسراء. جميل أن نتحدث عن كتاب الله عز وجل في كل آن، والأجمل أن نتحدث عن كتاب الله عز وجل في شهر القرآن. الحديث عن القرآن في شهر القرآن حديث ممتع، حديث يحملنا المسؤولية جميعا، حديث يجعلنا نراجع علاقتنا بكتاب الله عز وجل. فالله عز وجل قد وعد، ووعده حق، أن القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. سؤال: إلى أي مدى استفاد الناس من هدي القرآن؟ صحيح. دعني أخي أحمد أبدأ بمقدمة سورة الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. يهدي، إذن هذا اعتراف من الجن. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سبحان الله، هذا عالم الجن استمع إلى كتاب الله العزيز يتلى فكان أقر بأن هذا الكتاب يهدي إلى طريق الصح، إلى الصحيح، إلى طريق الصواب، إلى طريق الرشد. ثم قال ولن نشرك بربنا أحدا. عزم آخر مكمل للاعتراف والإقرار، والإقرار سيد الأدلة. أقول نحن معاشر البشر إلى أي مدى استفدنا من هدي القرآن الكريم؟ والله قد وعد، ووعده حق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يهدي للتي هي أقوم على 4 مستويات. المستوى الأول المستوى العقدي، المستوى الثاني المستوى التعبدي، المستوى الثالث المستوى التربوي الأخلاقي السلوكي، المستوى الرابع المستوى التشريعي التقنيني. نبدأ بالعقد. نبدأ بالعقل، واحدة واحدة. بالعقيدة. العقيدة هي الأساس يا أخي أحمد. إذا كان الإنسان لم يهتدي إلى العقيدة الصحيحة فهو ضائع تائه. صحيح. أليس كذلك؟ صحيح. يصبح حاله كحال التائهين عبر التاريخ الذين فقدوا البوصلة وضاع الاتجاه أمامهم، فبددت أوقاتهم وضاعت جهودهم بعد لأي ولكن بلا جدوى وبلا منفعة.
حينما نقرأ لصاحب الطلاسم يعني الشاعر إيليا أبو ماضي يقول في قصيدة الطلاسم: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود، هل أنا حر طليق أم أسير في قيود، هل أنا قائد النفس في حياتي أم مقود، إلى أن يقول: ولماذا لست أدري؟ أجاب قال: لست أدري. ضائع تائه. هذا حال الإنسان الذي لم يهتدي بهدي القرآن. ولكن الكتاب العزيز يهدي الناس ويهدي الخلق جميعا للتي هي أقوم في مجال العقيدة، يعني إلى التوحيد. وربنا أكد ذلك في العديد من الآيات. أذكر على سبيل المثال مثلا في أواخر سورة البقرة، يعني بعد آية الكرسي، بعد آية الكرسي: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نتيجة في الآية نفسها. صحيح. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يعني يقر بوحدانية الله عز وجل ويؤمن بالله، النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذا في سورة البقرة. ونجد أيضا في سورة الأنبياء على سبيل المثال في الآية 25 يقول ربنا جل جلاله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن إعلان أو بيان وحدانية الله سبحانه وتعالى. وفي سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. إذن والآيات كثيرة، والأحاديث كحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على 5. فالركيزة الأولى في هذا الحديث: لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن الإسلام أو القرآن يهدي البشر للتي هي أقوم في هذا المجال المهم، وهو مجال الإيمان ومجال العقيدة. جميل. فلا. وطبعا غير المسلمين هم اللي حاصلين في هذه المشكلة. احنا كمسلمين الحمد لله نوحد الله عز وجل، ولكن بالضد تتبين الأشياء. الذين اشركوا بالله عز وجل هؤلاء على خطر عظيم، والكفار على خطر عظيم. المشركون عبدة النار وعبدة البقر وعبدة البشر وعبدة الكواكب وغيرهم من ألوان الشرك. المستوى الثاني هو المستوى التعبدي. إذن ربي الحمد لله القرآن أيضا يهدينا للتي هي أقوم في مجال العبادة. خاطر ممكن الإنسان يؤمن بالله حقيقة ولكن لا يعبد الله على حق. صحيح. لذلك ربنا عز وجل أرشدنا إلى العبادة الصحيحة، كما في قوله تعالى في سورة البقرة الآية 110: ربي قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. معناه ربي يتكلم على الصلاة وعلى الزكاة وعلى الصيام، والناس كامل تسمع هذه الأيام حديث عن الصيام. صحيح. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم إلى آخر الآيات. إذن وكذلك الحج. إذن القرآن يهدينا جميعا للتي هي أقوم في مجال العبادة. صحيح. في المجال التعبدي. صحيح. وبالمناسبة عبادة الإنسان لرب الناس مقصد أساس من الخلق. لا يمكن أن ندرك سر وجودنا إلا بعبادة الله حق العبادة. لذلك ربنا عز وجل يقول في سورة الذاريات في الآية رقم 56 يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في آية أخرى: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، إلى آخر الآيات. المستوى الثالث هو المستوى التربوي الأخلاقي السلوكي. أيضا القرآن يقول ماشي غير واحد يامن بربي ويعبد ربي وبعدين يخلي كل شيء الأخلاق ضيعة. لا. صحيح. القرآن يضبط حركة الإنسان المسلم بجملة قواعد تربوية وأخلاقية. إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم مدحه الله بالأخلاق: وإنك لعلى خلق عظيم. صحيح. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث تترى يؤكد لنا قيمة منظومة الأخلاق والمنظومة التربوية في حياة الإنسان. صحيح. إذ نجد آيات كثيرة تهدي الإنسان إلى الجانب الأخلاقي، سواء في العلاقات داخل الأسرة أو خارج الأسرة، داخل في المجتمع، في السوق، خارج السوق، في جميع مجالات الحياة. إذن هناك قيم تربوية ومبادئ أخلاقية مقررة في كتاب الله العزيز تضبط حركة الإنسان. أكتفي بهذه الإشارة واللبيب بالإشارة يفهم. المستوى الأخير المستوى الرابع الجانب التشريعي التقنيني. نحتاج إلى تشريعات. بالمناسبة افتحوا قوسا: القرآن المدني
من خصائصه أنه كان يشرع خلافا للقرآن المكي يعني قبل الهجرة النبوية، الذي يؤكد على أصول الدين وعلى الجانب الأخلاقي التربوي وهكذا. لذلك نجد آيات كثيرة، مثلا كي نقرأ قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 282 حيث يقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين أجل مسمى، وهي أكبر آية في القرآن، صفحة كاملة على اليسار، صفحة كاملة فيها توثيق الديون، فيها الإشهاد على الديون، فيها الرهن، فيها التجارة، العلاقة بين التجار وغيرها. وآية الربا: وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني آية الربا. وداخل الأسرة أنا أجد آيات كثيرة في سورة النساء، مثلا في سورة الروم الآية 21، في سورة النساء الآية 7 وما بعدها ما يتعلق بالفرائض والمواريث، ونجد الآية 176 كذلك، يعني آيات كثيرة تضبط حركة الإنسان في الجانب التشريعي، في الجانب التقنيني. إذن هاي المجالات يحتاجها الإنسان. من هنا نقول أن الدين قد اكتمل، كما في قوله تعالى في أوائل سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين قد اكتمل في 4 مستويات: المستوى العقدي، المستوى التعبدي، والمستوى التربوي الأخلاقي، والمستوى التشريعي التقنيني. إذن القرآن يهدي للتي هي أقوم. الإنسان هنا، كل إنسان يختلف مع أناس آخرين. صحيح. يعني نجد بعض الناس يلتزمون بهذه القواعد المقررة، بهذه الهدايات في كتاب الله عز وجل إلى حد كبير، وهناك من يلتزم قليلا وبينهما وسط وهكذا. والإنسان الآن يجتهد من أجل أن يرتقي إلى مستوى الهدي القرآني ليحظى بهذا الشرف، بهذه الرحمة المباركة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ أستاذنا الدكتور سعيد بويزري، وأحسن الله إليك، وقوفا عند رحمة القرآن بنا في هذا الشهر المبارك. قبل أن نشرع في استقبال المكالمات والاستماع للانشغالات، ثمة جملة من الانشغالات على مستوى شيخنا السعيد نود أن نجيب عليها. الأولى من العاصمة، وهي جملة من أولاد الشهداء الذين لديهم مسألة. تفضل شيخ. بارك الله فيك يا أخي أحمد، يعطيك الصحة. صحيح هذا السؤال من مجموعة من أولاد الشهداء، ووعدناهم بالإجابة اليوم إن شاء الله وقدر. يعني أولاد الشهداء أصحاب هذه الأسئلة هم 3، يعني ابنان وبنت، مات أبوهما شهيدا في أواخر 1960، تاركا زوجته أرملته، تاركا 3 أولاد، مجموعة يعني في 3. طيب الآن جدهم مات بعد ذلك بسنوات، ولكن جدهم له أولاد. صحيح. يعني لهؤلاء لأولاد الشهداء عندهم أعمام، فحرم ومنع أولاد الشهداء من الميراث، من ميراث جدهم. لماذا؟ لأن أباهم مات شهيدا قبل جدهم. أيوة. إذن هناك أب مات، ترك أولاد، هذا الشهيد ترك 3 أولاد، وهذا الشهيد كي مات في أواخر 1960 خلى الأولاد نتاعو. بابة هذا الشهيد اللي هو جد الأحفاد هذون عايش سنوات بعد ذلك. النهار اللي مات الجد عنده أولاد، فبالتالي هؤلاء الأولاد استولوا على كامل الميراث وما عطوا ولا شيء لأولاد الشهداء. وننقل بكل أمانة ما قاله أحد هؤلاء 3. واش قال؟ قال: أبي أو أبونا مات شهيدا من أجل في سبيل الله أولا، وفي سبيل الوطن ثانيا، يعني من أجل تحرير أرض الجزائر كاملا. يقول حنايا نطلبوا قطعة أرض من أعمامنا وهي ريحة نتاع بابانا ونتاع جدنا باش نبنيو فيها ونعيشوا فيها وفقط، ولم يطالبوا بكامل الحق. قال لك شوية بالقطعة أرض الريحة نتاع جدنا باش نعيشوا فيها. السؤال ولكن الأعمام خاصة 2 منهم قالوا يبدو أن الأمر لا يجوز، يعني حرام نعطيو لكم من ميراث جدكم. الآن وكأن نجاوب الطرفين الآن، نقول لهم أيها الناس، يا أخي تكلمنا اليوم عن القرآن الكريم. القرآن يهدي التي، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى.
أنا أعلم علمي طبعا المسألة تحتاج إلى تفاصيل، ولكن خلينا نعطي فقط إشارة خفيفة وإن شاء الله كافية. إن شاء الله. طيب يا سيدي، طب إذا طبقنا قواعد الميراث العادية نطبق قواعد الحجب، يقينا هؤلاء الأحفاد ما يديوش، ولكن لازم نعرفوا باللي هذون عندهم الحق في الوصية. بكري في الجزائر كاين أجداد قبل ما يموتوا يغرسوا كما نقولوا، نهار اللي يموت وليدهم يخلي أولاد يعلم الناس أو الرأي العام، يقول لهم وليدي مات دفنته، ولادو نغرسهم في مكانه في محله في موضعه. يقارصن ميموث الراويسة نزوغ قم كانيس يزاطن كي قارص قبل يزاطن غدوة كي يموت هذا الجد، هذو الأولاد يعني هؤلاء الأحفاد يجيو يورثوا النصيب نتاع باباهم، الحصة نتاع باباهم، لأن جدهم وصى. هذا من جهة. إذن هذا مخرج شرعي. ضرك يقول لي واحد الآن والقانون، نقول لك قبل 84 ما عندناش قانون. كاين قوانين جزئية مثل قانون 57 777 هذا صدر في عهد فرنسا، كما قانون 63 24 هذه بعد الاستقلال مباشرة. الجزائر كانت فتية حديثة عهد بالاستقلال، صح. ما زال المنظومة القانونية نتاعها لم تكتمل، لذلك تأخر أمر القانون إلى غاية 1981 ثم صدر في 1984 ب9 رمضان 1404 الموافق شحال من رمضان اليوم؟ صحيح ماشي 9. لا اليوم شحال صمنا كذاك 7 ولا 7. يلا إذن صدر في 9 رمضان 1404 للهجرة الموافق ل 9 جوان 1984. صح. فيها 4 مواد، المادة 169 170 171 172. هذه المواد تنص على ما يسمى بالتنزيل. الله يبارك، وصي الواجب التنزيل. إذن نية المشرع الجزائري انصرفت إلى التنزيل ويكون بقوة القانون. يعني إذا وقعت هذه الحالة بعد 1984 ينزل الأحفاد ويرثون بقوة القانون. صحيح. معنى الأعمام ما يقدروش يمنعوهم. هنا دعوني أستعين. إذن نية المشرع انصرفت إلى التنزيل، والقواعد العامة تاع القرآن الكريم كنت تحدثوا عليه وقواعد السنة النبوية الشريفة تشير إلى هذا. ثم سمحوا لي نقول هذو ولاد شهداء، يعني بابهم في سبيل الله وفي سبيل أرض الجزائر، كيف يعني يحرموهم من قطعة أرض؟ أقول للأعمام عندكم أجر كبير باش تعطوا لهم حقهم، حق باباهم، ودعوا لهم للشهداء بالرحمة، ربي يرحمهم ويسكنهم الفردوس الأعلى، وما تبكيوش أولاد الشهداء لله في سبيل الله، ما تبكيوش أولاد الشهداء وما تبكيوش اليتامى. وكما قال خونا أحمد درنا الآن في شهر رمضان أوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. نسأل الله الهداية للجميع. نعم. بارك الله فيك شيخنا السعيد، ربي يحسن إليك. طيب مجموعة من السائلات سيدات الحاجات الكبار يسألنا شيخنا عن الصيام. ألفنا الصيام واليوم قدر الله أنهن كبرنا ومرضنا، ماذا يفعل يعني حتى تعرف الأكبار نتوعنا ماذا بهم يعني إلا الصيام؟ تفضل. وعلى كل حال نقدر تمام التقدير هذا التقدير لشهر رمضان. صحيح. يعني هذا مظهر الصحة في مجتمعنا، أن الناس أعطوا قيمة كبيرة لرمضان، والحمد لله رب العالمين. هذه نعمة من نعم الله علينا، وهي صورة صحية ومظهر صحي في الوطن. ولكن بصراحة لازم نرجعوا للنصوص. احنا قلنا لازم نرجعوا للنصوص، وإلا الواحد إذا كان كما يقول السائلات السيدات الحاجات ألفنا الصيام على مدار سنوات، كان اللي صامت 40 سنة، كان اللي صامت 60 سنة، كان اللي صامت 70 سنة، وضركي تكون كبيرة في السن ما تقدرش لا تطيق ولا كمشقة كبيرة، أو الطبيب يقولها باللي مرضك لا يسمح لك بالصيام. صحيح. ولا هي بمحض التجربة شفت باللي ما تقدرش، نقول لهؤلاء افطروا وديروا الإطعام، وهذا على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب.
أيوة. يعني هو ربي سبحانه الذي أمر بالصيام كما في سورة البقرة الآية 185 وإن قال فمن إلى أن قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. بعدين وش قال ربي سبحانه؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سبحان. إذن ربي سبحانه الذي شرع رمضان هو الذي أباح وهو الذي يسر على الناس، لأن ربي سبحانه ييسر ولا يعسر. وقال في سورة الحج الآية 78، هذه الآية سمعتها سورة البقرة الآية 185، فتحوا المصحف تلقاوها. ربي قال في النهاية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. في سورة الحج الآية 78 ربي قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. في الآية 28 من سورة النساء ربي يقول يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذه إرادة الله، ولازم إرادة الله هي اللي تفوت ماشي إرادة الناس. معناتها واحد يخلي الألفة نتاعو يقول مادام ربي اسمح لي يجوز والسلام عليكم. والقاعدة الفقهية تقرر إذا سلب الله ما وهب أسقط ما أوجب بالنسبة لأصحاب الأعذار بالنسبة للمرضى. إذن يا الحاجات فطروا وديروا الإطعام كما شرحه الإخوة الأساتذة. أكيد شرح هذا الأمر في الأيام الأولى. ديروا الإطعام، الفدية أقلها يعني 25 دينار ولا 30 دينار، وأكثرها ما كاش حدود. دير 10,000 لكل فقير ولا لكل يوم ولا 20 ولا 15 ولا 40 كما قدرتوا. أقل ما تبرؤ به الذمة 25 دينار أو 30 دينار، ولكن الأكثر بلا حدود إن شاء الله تعالى كما تفرحوا الفقراء ربي يفرحكم. الآن اللي افطر لهذا العذر إما لمرض أو المرأة الحامل أو المرضع أو كبار السن، كل هذه أعذار تسمح بالإفطار، نقول عندكم الحق باش تفطروا وتديروا الفدية يا كبيرة السن ذكور كنا أو إناثا. زيد يكون الفدية على وجه الاستحباب. وحاجة أخرى عندكم أجر كما أنتم كما للصايمين. نستقبلوا بعد نترجم القبالية معلش خاطر لا بأس بها، مهم المعاني هذه وسنعود إليها إن شاء الله شيخنا على مرة. الله يبارك فيك على بركة الله. نبدأ من تيارت هذا العدد. أختنا خديجة من تيارت، السلام عليكم. الو الأخت خديجة السلام عليكم، مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أخ أحمد عندي مسألة كنت عرضتها مرتين ولكن ما لقيتش الإجابة يعني الشافية. مرحبا. شوف خويا أنا عندي مسألة فيما يخص الدورة الشهرية. أيوة. تجيني الدورة الشهرية وبعدين نطهر ونشوف القصة البيضاء. أيوة. لكن نغتسل نصوم ننوي الصيام والصلاة، ولكن بعد يوم أو يومين يعاودني الحيض من جديد، نجد الأثر تاع الدم. ولكن أتصور سيدة خديجة ثم الإجابة على هذا السؤال. شوف الأخ أحمد جاوبني الدكتور موسى ولكن ما جاوبنيش على الشيء اللي كنت باغية أنا نسأل عليه. هو أنه لما نغتسل أنا ننوي الصوم والصلاة ولكن غير جازمة، بمعنى أنه في حال ما ظهر شيء نتوقف الصوم والصلاة. ولكن سامحي لي أختي خديجة، لست في مكان شيخ موسى، ولكن قال لك كاين استظهار وبعد ذلك تصلين. أتصور هذا هو جواب الشيخ موسى. بصح الأخ أحمد أنا نشوف علامات الطهر، يعني نشوف القصة البيضاء بعدين يظهر لي هذا المشكل، ما نبقاش يعني على حيض في المدة هذه كاملة. واضح إن شاء الله نجاوبوا عليه إن شاء الله. هل يعني لما أطهر ونوي الصلاة والصيام وبعدين يفاجئني هذا المشكل، يعني أنا نوي الصلاة والصيام ولكن غير جازمة، في حال ما ظهر شيء نتوقف عليهم، هل الصيام والصلاة بهذا النية جيدين ولا لا؟ واضح إن شاء الله واضح. والسؤال الثاني في حالة ما بقيت على طهر ويعني ما مرت الأيام اللي نشك فيها، هل نعيد الغسل بنية جازمة ولا نبقى بالغسل السابق؟ واضح إن شاء الله. شكرا، رمضان كريم. رمضانك أكرم. شكرا أخت خديجة. موسى تيارت السلام عليكم. شيخ مرحبا بك سي موسى. لا بأس والله نحمد ونشكره. الله يحفظك ويبارك فيك. تفضل. الحمد لله. شوف الله يفتح عليك، عندي سؤالين. الله يفتح علينا وعليك. تفضل. السؤال الأول. أيوة. أنا كنت أتوضأ. أيوة. وأثناء المضمضة
يعني حسيت بأن يعني قطرة من الماء يعني فات في الحلق تاعي، ما حكم هذا اليوم؟ واضح ومتأكد سي موسى؟ ومتأكد، تأكدت باللي فات يعني متأكد. واضح إن شاء الله. والسؤال الثاني، تفضل. يعني عندما يذكر اسم محمد، صلى الله عندما إنسان يذكر كلمة محمد فأنا أقول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. أيوة. ولكن هناك بعض من الناس يعني يقول لك هذا يعني ما دام انك سمعت قول محمد معناه ما تقولش مكروه، هذا ما تقول يعني انت معناها راه قاصد الشخص هذاك، وانا لا نيتي، انا نيتي ان الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يذكر اسمه نصلي عليه. صلى الله على محمد. يعني بغيناك يعني يقول الشيخ يعني يعني يبين لنا يعني للناس يعني هل هذا يعني هو جائز ولا غير جائز يعني؟ يعني موسى مثلا انت لما يكون واحد ينادي واحد اسمه محمد نقول انا فتصلي على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هناك بعض الناس يعني قال لك لا يعني لازم ما تقولش صلى الله عليه، يعني ماكش قصد محمد، قصدي شخص. اللهم صل على سيدنا محمد. وعليه بارك الله فيك سي موسى، ربي يحفظك. نجاوبك بارك الله فيكم بصحة فطوركم، والله يلقينا في ساعة خير ودمتم في رعاية الله وحفظه. يا رب، رمضانك أكرم إن شاء الله. بارك الله فيك. صح. شكرا. إلى بومرداس أختنا حسيبة. الأخت حسيبة بومرداس، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي. حبيت نسقسيك خويا. تفضلي مرحبا. عندي الاخر شغل الزر الاول كي نصلي الصباح ولا الصبح، واش نبداو؟ وشنو اخت حسيبه؟ ماذا؟ قلت لك كي نصلي الصباح الفجر. ايوه. ولا نصلي الصبح قبل ولا نصلوا واضح، او نصلي نعم رغيبه الفجر. السنه. ايوه. وكي نقراو القران ولا كي نلقاو سيدنا ابراهيم ولا نقول عليه السلام. ايوه واضح. ولا محمد نقول صلاه والسلام عليه، ولا يجوز ولا ما يجوز. واضح. واضح سيدة حسين. ايوه صح. بارك الله فيك. شكرا سيدة حسين. صح. الله يعينك. من بومرداس إلى وهران. عمي مختار السلام عليكم. عمي مختار السلام عليكم. عمي مختار من وهران يسمح لنا عمي مختار، ربما لم يكن نسمعه جيدا. طيب من وهران إلى أين؟ هل سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. مولود إلى تيزيوزو، بارك الله فيك. أخت راضية مرحبا بك. أهلا. صحة رمضانكم. الله يسلمك، بارك الله فيك. أخت راضية مرحبا بك. أسلمك يا شيخ. لا السلام، الله يسلمك، مرحبا. صحة رمضاني صافا. أكملني ربي يعطيك الصحة، بارك الله فيك. صحة رمضان ونكون إن شاء الله. الشيخ إلا بيك تكتب بميرا التليفون بورطابلي. تمسد في الوراثة كي سولة. تمسد في الميراث. أثناء تفضل التليفون مثلنا. تليفونات تفصلت مثلنا كمدا جد التليفون مدينة هذه اللي نسين صور مصورين. طيب اخت راضية. شكرا اخت راضية، بارك الله فيك اخت راضية. شكرا وربي ان شاء الله يسير لكم. شكرا جزيلا اخت راضية. رجاء لا تقطعوا مولود حتى تاخذوا رقم اخت راضية لانها طلبت رقم الشيخ. بارك الله فيكم، فشكرا جزيلا. طيب نجيب على بركة الله ما لدينا من أسئلة. طيب شيخنا نبدأ من مسألة الطهارة لأختنا خديجة اللي أجاب فيما أتصور إن لم أكن ناسيا شيخنا موسى على هذه المسألة، وقال أن الاعتبار باليقين، يعني حتى أضعك في الصورة في مسألة الغسل، هي قالت أنها حتى بعد ما تطهر يحصل شيء ويظهر دم إلى غير ذلك. هو قال
ما كنت ما ألفتيه مضاف إليه 3 أيام استظهار أتصور. نعم. وبعد ذلك لا حسم، يعني لا تنظري. هي ما زالت يعني مقلقة من هذا الأمر الذي يفاجئها ويخلط عليها أمرها في مسألة الصيام والصلاة. بعد إذنك أخي أحمد ممكن نجاوب قبيل هذاك السؤال؟ لا بأس، تفضل. في غادي نغ الحاجة دي استقسان فين ثمارين يعني يدينا كنت نقول فان تصوزو شحاليا ثورق لا ثمارين زميرارا الزيف لنا باش نشاقوا رمضان ولا ميك حياتنا غاكون نظام ثورا انشر رمضان ولا ما مقريت هلكنت ان كدينيغ اين دنيا كنت براس تعرفز ديال قبايليت دينيغ سيدي ربي ذا غادي خلقا يدي فرضا فلان رمضان ذنسيك سمحن إيوغادي الساعة العذر أما تمطوثي لانستاذيست أما تمطوثي السطوظن أما ذي موضان وقد هليك السكاري هليك يعني هليك تاقي وارن أما ذي مغارن ذي مغارين ونزميرارا شرعا سيدي ربي اسم حسن باش تشن رمضان وثذون على سبيل الاستحباب يعني أقصد سباقي انتم غار يعني ذايا كان صافي ثيني يصدقن في فين تشاقوا رمضان تصدق في اللاسة تسوفغ الفيديا اما كندنا إما 25 دينارا نغ 30 دينار مكولاس مكوليون يقليل نغ اكثر ما الى 10 في وسط الله يبارك مع 20 الله يبارك اكن يصفرح مي قليلا اكن يصفرح ربي وهذا كنتيني اكستغفل يولون خمس ام خمسي يا امي قاذ يوزامن كيف ذي لاجر ام بعد كليون على حساب النيات كليون ولكن سيدي ربك كنت تحسبها الساعه مثل لاجر ذا مقران مثل خدم مثل في ديالني هذه قبل ربي فلا كنت رمضان ذا كان وذا غير وين نظن يجتهد بالنسبه لاصحاب الاعذار راه فطر عنده عذر يجتهد في الأعمال الأخرى صحيح. يكثر من تلاوة القرآن يكثر من التسبيح والاستغفار والباقيات الصالحات وهي كثيرة جدا أدور فاديني أغفل الإيمان أثام غار غاية مغار أو كذاك يعني يهلكن إلى قد كسمك وغلي فولا ونوان ربي سبحانه وتعالى الغفور الرحيم ذن سيغ دينان فغير سيون ليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر نسيغ دينان يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ربي فغا هذه السيخ فلاون هذه السيف فلاون ذا يزمر غاديني ان شاء الله قبل ربي رمضان اكن من لا وليسعى العذر يسعى الاجر وليسعى الذنوب او كان هذه يخدم النياس وربي سبحانه رحمه يستوسع. نعم شكرا جزيلا شيخنا السعيد. هذا إجابة عن سؤال السيدات الكبيرات الكريمات اللواتي سألنا مسألة الصوم سيدة نادية. طيب المسألة التي طرحتها الأخت خديجة تفضل. نعم الأخت خديجة أولا العادة الشهرية تختلف من امرأة إلى أخرى. كاين اللي ممكن عندها يومين عندها 3 أيام عندها 5 أيام عندها 7 أيام تأتي في وقت معين وإذا كان كما نؤكد الجواب اللي قال الأستاذ موسى العبرة باليقين في قاعدة فقهية اليقين لا يزول بالشك. قاعدة أخرى اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. نعطي قاعدة عامة وانت تلقى روحك في هذا الجواب. المرأة اللي عندها مثلا عادتها تجي كل شهر ومدتها 7 أيام مثلا 7 أيام وأحيانا يكون تأتي هذه العادة ويأتيها الدم بعد ذلك تطهر ثم تغتسل ثم تفاجأ كما قالت أخت خديجة تفاجأ بدم. هنا الاستظهار نأكد واش قال الأخ موسى مدة الاستظهار 3 أيام وممكن العادة هذه تمتد إلى 12 يوم. هناك بعض النساء 12 يوم وتستظهر ب3 أيام. أقصى مدة الحيض هي 15 يوم. 15 يوم بالنسبة لي عندها مدة الحيض نتاعها طويل. أما بالنسبة لي عندها مثلا مدة الحيض نتاعها 7 أيام ولا 8 أيام ولا تستظهر ب3 أيام والزائد اللي زاد الدم اللي جاء بعد ذلك يعتبر دم علة أو دم فساد. جميل. دم فساد يعني استحاضة ممكن نقول أيضا هو استحاضة. والاستحاضة أو دم الفساد أو الدم الفاسد أو دم العلة هذه الدماء لا تعطل العبادات. معنى المرأة تغتسل
وتصلي وتصوم وعاد وتقرأ القرآن عادي تماما. جميل. هذا من جهة. من جهة أخرى تضطرب عادة النساء أحيانا إما لتناول الحبوب والأدوية وكذا، وكذلك في رمضان هناك حالة اضطراب في العادة الشهرية عند بعض النساء في رمضان. إذن هذا الأمر يضبطه ما ذكرناه آنفا، وأكتفي بهذا البيان. بارك الله فيك شيخنا. طيب استكمالا ربما لانشغالاتها، تقول هي على طهر ومرت الأيام، يعني ممكن ما لم يفاجئها شيء ولكن كانت على شك. طيب هذيك الأيام التي كانت على شك ليست على يقين تعيدها أم انتهى الأمر؟ يعني الأيام اللي كانت تصومها مثلا هي أحيانا تكون مترددة في 3 أيام هذيك ولكن لا يحدث شيء، لأنها تقول هي تطهر ولكن لا يحدث شيء بعد ذلك. في الأيامات التي لم تكن على يقين. لا ما تعوديهاش تلك الأيام، ما تعوديهاش. التي لم تكن فيها على يقين. لا ما تعوديهاش، ما كنتش على يقين. وقد قبيله ثاني نسيت لما اغتسل الوساط والصيام غير جازمة وكذا. لا هذه الأمور ما تكونش هكذا. لا لازم واحد يضبط النية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بارك الله. واحد. رقم 2 ربي قال ولا تبطلوا أعمالكم. رقم 3 ربي قال وإذا عزمت فتوكل على الله. مع أنت ماشي واحد تبقى في الشك، يعني اليوم أنا نصوم ولكن لا، أنت راكي طهرة درتي نية الصيام. إذا كان جاء وقت الحيض حقيقة شيء طبيعي، يعني المرأة تفطر عادي. أما إذا كانت تبقي هكذا في الشك، وهذا أيضا مدخل كبير للشك، والشك مرض خطير. صحيح. لذلك نؤكد الفتوى التي سمعتها من فضيلة الشيخ، ونأكد الآن تلك الفتوى تماما. نعم. بارك الله فيك. خونا موسى امتياز شيخنا أثناء المضمضة تأكد أن قطرة ماء تسربت إلى حلقه. تأكد موسى، ماذا يجب عليه؟ عندنا يا أخي موسى أولا هناك رأيان فقهيان. الرأي الأول إذا كان صار هذا الشيء بالخطأ ما عندك إثم ولا إعادة. رفع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، دخل في باب الخطأ. ولا النسيان ممكن الإنسان يروح يشري حاجة معينة باش يجيبها للدار وبعدين يأكل، هو أكل ولا شرب الماء نسيانا خطأ. صحيح. هناك رأي فقهي يقول بعدم الإعادة. لماذا؟ لأنه ما دارهاش بنية انتهاك. نعم، لا لانتهاك حرمة رمضان ولا بقصد باش يأكل ولا يفطر. طيب وإذا كان بالخطأ ولا بالنسيان فقد أطعمه الله وسقاه. صحيح. هذا رأي فقهي قائم. ولكن عندنا عند المالكية نقول هذاك النهار اللي يفطر فيه الإنسان خطأ يقضيه بعد شهر رمضان، يقضي نهار. وانت الآن مادام تأكدت وقد سألك أخي دون بأن قطرة ماء دخلت أثناء المضمضة، عود نهار واحد. طبعا لا تكمل، تبقى صائم. صحيح. تبقى صائم، تمسك وتبقى صائما، تظل صائما. بعد رمضان تقضي يوما واحدا وفقط. بارك الله فيك. شكرا جزيلا شيخنا. يتنادى الناس فيما بينهم شيخنا محمد محمد محمد، فكلما استمع محمد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ببركته. البعض أنكر عليه هذا، قال له فيعني أنت هذا محمد بين الناس وإنما ليس محمد صلى الله عليه وسلم. فما قولكم، بما تنصحون وكيف تبينون؟ أنصح أخي موسى بالأمور الآتية. الأمر الأول نقول لك بارك الله فيك، يعني عندك هذا الحس وهذا الحب للمصطفى صلى الله عليه وسلم. أنت كنت تسأل وتفكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن البخيل، يقول البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، هذا بخيل صلى الله عليه وسلم. يعني في مجالس يذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان الناس ما تصليش عليه. لا، إذن أنت يا أخي بارك الله فيك يا أخي موسى، والبخيل هو الذي يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم عنده ولا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على. ونفتح قوس مهم، أجدادنا ما يبداوش الكلام بلا ما يصليوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. هكذا نفرض محلنا ثاني من غادي نبداو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على. حتى في التجارة في الأسواق ولا كذا ولا في عقود القران مستحيل واحد يبدا الكلام بلا ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على طول. ويعني عشنا مع شيوخ حتى كي يبدا يطلب النسبة يقول صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد طلب النسبة. وهذاك الولي لازم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يقول وافقته وقابلته وكذا، وإلا
هناك خلل يعني في اعتقادهم، وهذا في الحقيقة مظهر الصحة في الأمة. نقول لك بارك الله فيك يا سي موسى، الآن شكرتك على ما فعلت، ولكن يا أخي موسى إذا كان الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، دروك مثلا والأخ أحمد أنا في مجلس قل قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني أنا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم باش نجيب الحديث نتاعو ونصليوا عليه، أنا نصلي عليه وحمد يصلي عليه وأنتم تصليوا عليه ونصليوا عليه جميعا صلى الله عليه وسلم. صلي على محمد. طيب يا سيدي، هذا شيء طيب. ونذكروا أيضا أي نبي من الأنبياء أيضا نصلي عليه، فهم صفوة الخلق رأسهم الله عز وجل لهداية الناس. صحيح. طيب يا سيدي، ولكن إذا كان الحديث ماشي على المصطفى صلى الله عليه وسلم، اسم وكم الحمد لله أناس كثيرون يحملون اسم محمد. نصف الجزائريين محمد العربي، محمد قرآن، محظى مزيان، محظى مشطوح، محظى قرآن، يعني محمد موجود في كل. صحيح. يا سيدي محمد ومحمد وأحمد وراهم كان الله يبارك ومحمود. صحيح. وهذا الحمد لله. درك يا سي موسى خويا ننصحك، يعني إذا كنت درت هذه بهذه النية كما قلت أنت، قلت أنا كي نسمع محمد نيتي نصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على ما فعلته صحيح، اطمئن. ما شاء الله. أجبتك وأجبت من أجابك، هكذا يا سي موسى خويا، فهمتني؟ الآن نروحوا، ولكن فيه جانب أيضا من النصيحة لازم أعطيه لك لكي لا تحرج نفسك. احنا ذكرنا الآية الآن. صح. ربي قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا كان ربما يولي لك شغل وسواس، هذا الذي أخاف منه. راك معايا يا سي أخوي أحمد؟ بارك الله. لذلك أخاف أنه إذا كان يولي شغل وسواس يكثر كل ما يسمع محمد يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، هو إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وهو المقصود يصلي عليه حتما. صحيح. ولكن وأجره عند الله كبير. ولكن أما هكذا في حديث الناس في الأسواق في الإدارات في كل يعني، ولا يكون معلم مثلا. تصور سي موسى واحد أستاذ يقري 500 واحد وداخل المدرج وكذا، وفيه بزاف بالك حوالي 70-100 واحد يحمل اسم محمد. اسم محمد من القرآن تفضل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وبعدين يولي يعني ربما في حرج يتحمل هذا الإنسان. والشريعة ترفع عن الحرج، والقاعدة الفقهية تقرر الحرج مرفوع. من هذا الباب أقول النصيحة اللي قدموها لك الإخوة سليمة من هذا الباب. أما كونك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بقصد الصلاة عليه فهذا أمر جائز وأنت مأجور إن شاء الله. الله يبارك فيك شيخنا السعيد. هذه أختنا حسيبة من بومرداس تسأل على صلاة الفجر السنة وصلاة الصبح الفرض، أيهما نبدأ به؟ نعم يا الأخت حسيبة، أولا نبدأ بالرغيبة، حنسموها في المالكية الرغيبة ولا سنة الفجر. احنا عرفيا فرقنا بيناتهم، نقول الفجر معنى السنة، الصبح معناتها الفريضة. إذا مشينا بهذا وهذا أمر سليم نقول لك تبدأي بصلاة الفجر ولكن بعد الأذان الثاني. صحيح. طبعا هذا الناس كامل يعرفوه، هذاك الأذان الأول هذاك عادي نسمعوه، يقدر الإنسان يبدأ ثم الماكلة عادي، هذيك لامارج سيكوريتي هذيك يعني هامش نتاع الأمان فقط. صحيح. يشرب الماء وكذا إلى آخره. ربما واحد يستيقظ في تلك اللحظة مع الأذان الأول ويسرع باش يعني يتسحر. تصحروا فإن في السحور بركة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. يلا، ولكن كي نسمعوا الأذان الثاني وين يقول بعد حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. بعد نهاية الأذان هنا تبدأي بصلاة الفجر اللي هي الرغيبة اللي هي السنة، تصلي ركعتين وبعدين عندك خيار. ضرك إذا كان ماشي مستعجلة ماشي تعبانة، ريحي قيس 10 دقائق ولا 12 دقيقة، ولا قسمة تقراي مجموعة آيات هكذا، ولا تسبحي ولا تستغفري ولا تدعي، وبعدين صلي الفريضة. صحيح. ديري هذا هامش صغير يعني حوالي 10 دقائق. أما إذا كنت تعبانة وحبيتي ترقدي ولا عندك سفر ولا هذا الكلام موجه للجميع، صليتوا الرغيبة مباشرة زيدوا صلوا صلاة الصبح الفريضة. صح. واللي بغى يسافر والله يعينه السلام. صح. واضح سي أحمد؟ واضح. أما إذا كان واحد رقد داتو كما يقولوا عينه رقد حتى نضع 7 ولا 8 ولا هنا
إذا كان صلى الفريضة أولا فذلك أحسن، ذلك أفضل وذلك أولى. صح. سبقوا في الفريضة اللي هي الصبح، وبعدين نغرموا ثاني السنة الرغيبة، لأنه هذه تغرم يعني نقدروا نقضيوها إلى غاية ما يدخل إلى غاية الزوال هكذا. على 10 نتاع أصبح على 11 عادي. وإذا كان سبقتي في الفجر في الرغيبة ثم صلى الصبح أيضا هذا الأمر، هذه الطريقة وهذه الصيغة أيضا صحيحة مشروعة. نعم. بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليك. تقرأ أختنا حسيب القرآن الكريم وتمر على الآيات فيها أسماء الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فهل تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إثر ذلك؟ وهل تسلم على أنبياء الله عليهم السلام؟ تقريبا أستعين بجزء من الجواب السابق. أيوة. وأستثمره في الإجابة عن هذا السؤال. ما شاء الله. أقول أنه كل ما يذكر نبي نصلي عليه. يقول إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، جميع الأنبياء والمرسلين. أيوة. هذا أمر مشروع. ولكن يا أختي حسيبة، إذا كان الإنسان يقرأ القرآن، هو نصور الإمام اللي يصلي بالناس صحيح، صافيك يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول، وبعدين يسكت يقول صلى الله عليه وسلم. لا، في قلبه، لأنه لازم نفهموا يا ناس بأنه ماشي حتى شرط نصرح. يعني ممكن حنمشي ونسمعوا الناس تذكر النبي صلى الله عليه وسلم نصليوا عليه في قلوبنا، ماشي حتى باللسان. صحيح. معناها، وهذا الإنسان الذي يتدبر القرآن يعيش مع القرآن الكريم، يذكر نبي والله غير أتذكر واحد يعني سبحان الله اسمه موسى الله يرحمه برحمته الواسعة، وهو إنسان فلاح كلما ذكر اسم نبي بكى. لا إله إلا الله. نعم، يذكره وأترحم عليه. الله يرحمه. يعني إنسان من المتقين أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا، وقد أفضى إلى ربه. وكلما هو لا يقرأ، لا يعرف كتابة اسمه، ما يعرفش يكتب اسمه، ولكن يا أخي أحمد يعني يبجل ويقدر يعني الأنبياء والرسل بشكل عجيب، يعني اللهم بشكل عجيب. إيمان العجائب. سبحان الله. هو يقول برك، تقول له برك إبراهيم الخليل بدأ يدمع، وحتى أحيانا سألناه هذا الكلام عنده أكثر من 30 سنة. قل يا فلان علاه يعني لماذا؟ قال لك هذا رسول، هذا نبي، هذا ربي خيره، ما نقدرش نحكم عيني وتدمع ما تدمعش. سبحان الله العظيم وبحمده. إذن هناك مقامات، يعني الناس عندهم مقامات، إن شاء الله ربي يرزقنا هذه المقامات. سبحان الله. درك يا أخي أنا أقدر يا أختي حسيبة، إن شاء الله أنت أيضا مؤمنة الله يبارك ما شاء الله، كي تقرأ القرآن الكريم ما هو شرط خلي قلبك يتفاعل ويصلي عليه دون أن تتوقفي عن القراءة. خاطر وإلى تقرأ في سورة الشعراء يعني تكرر كثير، يعني كثير الأنبياء في صور عديدة. صحيح. تبقي وبعدين ممكن هذا يحرجك مع الوقت، وممكن يكون منفذ الوسواس. دائما نحارب الوسواس. هو الوسواس هذا عنده واحد المداخل خطيرة. ونقول لكم كلام قاله ابن القيم ربي يرحمه، قال الشيطان يأتي الإنسان من باب المعصية فإن عجز يأتيه من باب الطاعة ولا يهمه بأيه مفاز. هو الشيطان هو يعرف يكلخ، يجي من باب المعصية ما قدرش يجي من باب الطاعة. كما ذاك اللي يتوضا ويقول لك وهذا هو الوضوء، يعود من باب الإتقان وحرص على إتمام أو على كمال الوضوء وعلى كمال الصلاة وعلى كمال، وبعدين يولي موسوس كيما يتوضا 20 مرة وما يلحقش لأنه يدخل الوسواس. أنا أخشى هذا الباب، لذلك أقول لك يا أختي حسيبة عادي كي تقرأ القرآن اقرأي والسلام، كي توصل أنا بنبي رسول ذكري ذلك الصلاة والسلام بقلبك، وهذا يكفي ويجزي إن شاء الله تعالى. نعم. بارك الله فيك شيخنا السعيد وأحسن الله إليك. طبعا هذا كان آخر سؤال طرح علينا من المشاهدين والمتصلين، سؤال لسائل من السويدانية يسأل عن مسألة العقود والإقرار بها عند الكاتب العمومي. يقول بأن بعض البيوت يبيعوها مثلا بأثمان باهظة، ولكن عندما يقررون البيع لدى الكاتب نوتار فيقررون مبلغا آخر أقل لأجل الضرائب. قال هذه البيوع ما حكمها؟ نعم. الله يشكرك يا أخي السائل على هذا السؤال، لأنه سؤال مهم جدا. درك أخي أحمد إذا كان في أي سؤال نستقبله، يعني لأنه
هذا السؤال الله يبارك بالقيمة نتاعو، ولكن معلش يعني ممكن نستقبل أي متصل الآن. مرحبا. أجيب السائل بما يأتي بيانه. أولا ربنا قال في القرآن الكريم في أوائل سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذه آية كلية تقرر قاعدة عامة تستغرق جميع العقود بلا استثناء. واحد. اثنين، ربنا يقول في آية أخرى في سورة قاف الآية 18: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واحد باع عقار الآخر، باعوا مثلا ب70 مليون، أو مش 70، هو 700 مليون، 700 مليون. وبعدين هما باش للفرار من الضرائب يتفق البائع مع المشتري باش يصرحان بمبلغ صغير زهيد جدا فرارا من الضرائب. أيوة. وللأسف الشديد يعني هذه مخالفة الحقيقة. هما كيقولوا باللي شريته غير ب20 مليون، وهو شراه مثلا ب700 مليون ويقر ب20 مليون. ما معنى هذا؟ معناه الوثيقة تخالف الحقيقة. سبحان الله. الوثيقة، العقد اللي ندار عند الكاتب العمومي كما قلت، ولا وإن كان درك الآن فيه تشريعات جديدة في مجال نقل الملكية في العقارات، واشترط المشرع الجزائري الرسمية ووضع شروطا معينة وأوضاعا معينة من أجل نقل الملكية، من أجل تحصيل الحصول على عقد رسمي ناقل لملكية العقار من البائع المشتري، والوقت ما يسمحش باش نتكلم على الجانب القانوني. طيب، إذن هو اشتراه ب700 مليون لكن تم التصريح ب20 مليون. نقول إذن لماذا هذه المخالفة؟ الوثيقة نتاع 20 مليون تخالف الحقيقة نتاع 700 مليون. التبرير نتاع الفرار من الضرائب، أنا في قناعتي هذا ليس مبررا، بارك الله فيك. ولكن أرفع الحرج عن سادتي متتبعي البرنامج من الموثقين والقضاة وغيرهم والمسؤولين. نقول فلنتق الله عز وجل باش يعني موضوع الضرائب هذا يعني لازم تكون فيه مراجعة. هذا واش نقول؟ كن عقلاني، تكون عقل معقولة. لذلك باش ما ندفعوش المواطنين باش يكذبوا. والمشكلة أنه حتى الموثق يزيد لها كاشي، معنى يولي كذب رسمي، يولي كذب رسمي، ونحن نعلم هذه الحقيقة. علاش سيدي ما نفريوهاش سيدي؟ اسمح لي الأخ حمد، لأنه هذه مشكلة دوك، هذه بلادنا، هذا وطننا، نحن مسلمون، نحن يعني علاش نخليو الناس في حرج والناس يعيشون في حرج؟ لذلك نقول لهؤلاء أنا أفضل أنك تصرح بالمبلغ الرسمي وتتحمل الضرائب إلى حين تغير المنظومة القانونية بما يحقق العدل، بما يرفع أو يخفف الأعباء عن الناس، بما يدفعنا إلى أن نتفق مع الشريعة ومع القرآن كما قلنا في لقاء اليوم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بارك الله فيك شيخنا السعيد. وكعادتنا نحن في الموضوع الافتتاحي بيكون باللغة العربية ويكون أيضا أقواس باللغة الأمازيغية شرحا. اليوم أخرناه للدقائق الأخيرة. تفضل شيخنا، تحدثنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بمناسبة شهر الرحمة والعشر الأوائل. الله سبحانه وتعالى يرحمنا بالقرآن في هذه الأيام. تفضل شيخنا. لك الفضل. نعم الأخ أحمد، ربي نادي سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. نادي 4 مثال. القرآن الكريم ذوالنا ربي عزيزان يتوليه إمذانا رسين يلهام سين قرزان سين عليا سين فازن ذي 4 مثال. ثمثل ثمزورو ثين الشدن غ العقيدة غ الإيمان. معنى القرآن غي توليه باش الإيمان النغ أنذبع عفريت نسلامة وثكين دما
الإيمان زدينا مامان الإيمان يصفان أنا من ربي يوان واحد سوريس عشري أنا من الأنبياء أكن ملان الرسل أنا من استكتابين دي شقع سيدي ربي الأنبياء والرسل وأنا من المكتوب والقضاء والقدر خيره وشره وأنا من صلاة خرثيك تمسالك مرة دينا ربي ذي القرآن الكريم فمسالتي السنة يعني العبادة مع انتهى القرآن غير توليه باش نعبد ربي أكني وثاء أكني قلزم أكنا يرضو ربي فلنا سبحانه عز وجل أما ذي الظل أما ذي العشور أما ذي رمضان أما ذي الحج أما ذي العمرة فمسالتي ثلاثة أين شدنا الصرف كاع أين شدنا الأخلاق خاطر القرآن غير توليه غير صرف كاع سلسلة زيضان غير الحذاقة غير القدر غير الحرمة غير ثيثات غير الخير غير ذوكلي غير ثقمات في مسالة مرة القرآن الكريم إذا انت غتوليه نرغوصن تيس 4 ثاني أين شيء يعنان الحلال ذا الحرام خاطر الشرع سيدي ربي يفقد ذا يخدم الظرف وما يقارن الظرف قارن في قبائل الظرف وحديق الظرف وحديق هذه المسائل التشريعية معنى الشرع سيدي ربي يفقد ذا شو ذا الحلال ذا شو ذا الحرام ما إلا نغلق القرآن الكريم ذواقي ذا فريد نسلامة ورثكين داما سيرما إن شاء الله كما مثل ما تزم يعني إن شاء الله قوراقي ذا قولنا الرحمة ذا قول تلويث ذا قولنا البركة إن شاء الله وقال يعني موضان ذي قبل ربي فلاس إن شاء الله الفيديان يرفكناك يعني مغذان وقال يوظمتني وفق ربي سبحانه وغير بلثني حرز ربي وإن شاء الله ذي جعل ربي إن شاء الله قوراقي ذا قولنا الرحمة ذا قولنا المغفرة ذا قولنا عتق من النار أكن يغدي وعاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك شكرا جزيلا باسمكم جميعا أيها السادة المشاهدون أشكر فضيلة الشيخ أستاذنا الدكتور سعيد بويزري على ما تفضل به خلال هذا اللقاء المبارك. أنقل لكم تحيات الفريق التقني العامل اللحظة بالخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر بقيادة السيدة نادية الشراير. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والسلام.